من أكثر المواضيع اللي دارت ضجة في المغرب هو موضوع ديال هجرة الأفارقة وكمية التنمر عليهم في وسائل التواصل بسبب التواجد ديالهم في المغرب بأعداد كبيرة، خصوصا في المدن الكبار بحال الدار البيضاء. هاد الأفارقة بناو قيادا في محطة ولاد زيان في الطريق ديال الترامواي، وهاد الشي جاي من شحال هادي. ولكن السبب اللي خلى هاد الشي يدير ضجة كبيرة هو الهضره ديال هاد الافارقه اللي قالك دايرين مؤامره باش يستعمروا المغرب ويقضيو على العرق الابيض، حيت كيظنوا افريقيا في الاصل ديالهم. فشنو هو السبب ديال هجره هاد الافارقه للمغرب؟ وشنو علاقه هاد الضجه كامله بالافروسنتريزم، المركزيه الافريقيه؟ قبل ما نبداو ما تنساوش تدعموا القناه بابوني وواحد لايك. ولات شي حاجه اللي عاديه نشوفوا الافارقه في الشوارع ديال المغرب، حيت المغرب كيعطي الاقامه للمهاجرين اللي جايين من جنوب الصحراء، فكل واحد والظروف ديالو اللي خلاته يهاجر بسببها. كاين اللي هارب من المجاعه، وكاين اللي جاي باش يقرا بفضل التسهيلات والمنح اللي داير المغرب، وكاين اللي جاي باش يستقر ويكون اسره، وكاين اللي هارب من الحرب وعدم الامان والاستقرار اللي كاين في بلاده. ولكن الاغلبيه الساحقه جايين بطرق غير شرعيه باش يهاجروا لأوروبا، حيت المغرب كتعتبر أقرب دولة لأوروبا، وكاين غير 13 كيلومتر بين المغرب وإسبانيا. وهاد المهاجرين اللي جايين من جنوب الصحراء كيصادفوا بزاف ديال المشاكل في طريقهم، بحال الجوع والعطش اللي كيتعرضوا له في الصحراء القاحلة، أو للقتل من طرف الجماعات الإرهابية اللي كاينين في مالي وتشاد والنيجر. ومن كيوصل لشمال إفريقيا كاين اللي كيغامر وكيقطع البحر، وكاين اللي كيضطر باش يستقر في شمال افريقيا بسبب الفشل في محاولات الهجره لاوروبا، او لا الخوف من شنو غيزيد يلقى من مشاكل في طريقه، فكيختاروا المغرب حيت داير بزاف ديال التسهيلات القانونيه. ومن هنا كنستنتجوا ان المغرب اكثر دوله كيتجمعوا فيها المهاجرين الافارقه. ومن الحوايج اللي كيخليهم باش يستقروا في المغرب هو ان المغرب من احسن الدول قاريا اللي يقدروا يعيشوا فيها المهاجرين الافارقه. وخا هادشي غيجينا حنا غريب، ولكن بالنسبه للمهاجرين الافارقه مقارنه مع فين كانوا عايشين، وعندنا تاني اعلى اجر من بعد جنوب افريقيا. والمغرب كيتعد من الدول اللي فيها الامن والامان والاستقرار بالمقارنه مع الدول الافريقيه الاخرى. Pour donner un avertissement à tout le Maghreb. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. La Mauritanie est noire, la Tunisie est noire, le Maroc est noir, la Libye est noire. Nous appelons notre peuple à la reconquête territoriale. C'est le continent de la race noire. Vous savez là, tout ce qui est Maghreb là, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, toute la clique là, hein, ils sont dans nos sols. L'Afrique a toujours été que noire. C'est nous, on va diriger le Maroc ici. ومن غير هاد الاسباب اللي ذكرت كاين سبب اخر اللي هو عباره عن مخطط، او لا نقدروا نقولوا مؤامره ضد دول شمال افريقيا. وهذا المخطط كينص بتبديل دول شمال افريقيا ديموغرافيا، ويقضيو على اصحاب البشره البيضاء وتكون افريقيا لاصحاب البشره السوداء، ويطردوا كاع العرب والامازيغ والمسلمين حيت كيعتبروهم مجرد دخلاء، حيت هما كيظنوا انهم هما السكان الاصليين ديال القاره الافريقيه. ولكن ردوا لنا الخير بالاساءه من خلال رشق المواطنين، من خلال يعني الامن عندنا بالنسبه لهم هما ما خلاوش الامن مستتب. لولا يعني الفطنه والحذر ديال رجال الامن اللي حنا كنشكروهم جزيل الشكر على المجهودات اللي كيقوموا بها، لكان الوضع كارثي. لهذا حنا كساكنه ضيقنا ديال عن بهذه السلوكات ديال هاد الناس. نحن لا نقول بان هاد الناس ما بغيناش يكونوا، المغرب الحمد لله بلد كبير وبلد مضياف مثلا، ولكن باش يجيو هاد الناس اللي حنا مدينا لهم المساعده مثلا ويزعزعوا لنا الاستقرار الامني والنفسي ديالنا. بغيت غنهضر معاهم نقول لهم يسبقوا بيدوروا بهم، راه كيتحاماو. يعني الا مشاو
تقلقوا مع شي واحد ولا شي حاجه يتحل. درنا على يحيدهم علينا من هنايا. حنا ما بقيناش متحملين الوضعيه ديال ولاد زيان في اقامه السعد. ما كنعسوش، عرفتي الموسيقى، الشطيح، الشراب، البنات، راه كل. فهناك مثلا محطة للحافلات، استغلوا انشغال تمديد خط الترامواي في المدينة، نصبوا خيامهم، وضعوا أغراضهم بالقرب من المساكن في المنطقة، يبيتون على سكة الترامواي. تقدم سكان المنطقة بشكوى للسلطات وخرجوا للاحتجاج في الشارع ليلا ونهارا. وهادشي أول ما بدأ في مصر، وقالوا أن الفراعنة في الأصل كانوا سود. والحملة اللي تلقاها الكوميدي كيفن هارت، حيت كان قال في واحد التصريح أنهم خاصهم يعلموا ولادهم ملي كانوا ملوك في مصر، ماشي غير في الفترة ديال العبودية. وهادشي خلى الشعب المصري يثور في وجه الكوميدي كيفن هارت. والمظاهرات اللي وقعت في تونس كان السبب هو واحد التصريح ديال الرئيس التونسي قيس سعيد، اللي كان قال فيه المهاجرين الأفارقة جزء من مؤامرة كتستهدف التركيبة الديمغرافية ديال تونس. وهذا التصريح خلى وراه عنف كبير ضد المهاجرين الأفارقة، حيت الشعب التونسي خاف على راسه، والحكومة التونسية دافعت على الرئيس، حيت قالوا أن التصريح كان موجه للأفارقة المهاجرين هجرة غير شرعية. ولكن دائما ما كيكون التعميم في هذه القضية. المظاهرات والعنف كانوا ضد المهاجرين كاملين، وتم الأغلبية ديال المهاجرين اتجهوا للسفارات باش يرجعوا في حالهم، وكاين اللي تم الترحيل ديالهم. وهاد الفئة من المهاجرين عندهم تعصب للعرق الأسود، وباغين يطبقوا الأفكار ديال المركزية الإفريقية أولا لافروسنتريزم. وهاد المركزية الإفريقية هي واحد الحركة قديمة بدات كتبان في القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية عند الأفارقة الأمريكيون، وبدات كتنتشر بين الجاليات الإفريقية في أوروبا وفي جنوب وشمال إفريقيا. وهاد الحركة كتسلط الضوء على المساهمات الإفريقية في تاريخ العالم، والأشخاص اللي كيدافعوا على هاد الحركة كيقولوا أن العالم الغربي كيستهن بالحضارات الإفريقية وكيدير مؤامرات باش يخفيوا أو لا يحرفوا التاريخ الإفريقي. ومن جهة أخرى المركزية الإفريقية كتشدد على الأتباع ديالها باش يتبناو وعي على التاريخ والثقافة الإفريقية، وهذا الشيء باش يواجهوا المركزية الأوروبية. Mauritanie est noire, la Tunisie est noire, le Maroc est noir, la Libye est noire. Nous appelons notre peuple à la reconquête territoriale. العبارة ديال العرق الأبيض أو الأسود هو تنمر وعنصرية وتقسيم بين الأجناس البشرية اللي بدات كتستعمل عند الأوروبيين بكثرة في القرن 19. وهادشي كان في سياق استعماري، حيث كيقولوا أن العرق الأبيض الأوروبي هو أسمى عرق وهو الأكثر تحضرا. وحنا كمسلمين ما خاصش يكون عندنا الميز العنصري، فلا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. وما خصناش نخلطوا ونعموا، حيت الفئة اللي كتهضر على أراضي شمال إفريقيا هي فئة قليلة، والباقي اللي مهاجرين للمغرب مهاجرين باش يحسنوا من ظروف العيش ديالهم، كيف ما حنا المغاربه كنهاجروا لدول أوروبية، والهجرة راه من حق الجميع. والمهاجرين اللي جايين من جنوب الصحراء الأغلبية ديالهم دايرين مشاريع تبارك الله وخدامين بعرق كتافهم في بزاف ديال المهن، بحال البناء نظرا للقوة الجسدية ديالهم، أو النساء ديالهم اللي خدامين مربيات أو لا فام دو ميناج وخدامين في لي سونتر دابيل حيت عندهم اللغة الفرنسية مزيانة.